سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله كده هنعمل خلطة التوفير للبط، اللي تقدري إن انت توفري العلف للبط في نفس الوقت ما تأثريش معاه وما يخسش منك، يزيد برضه في الوزن. فما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ده البط المسكوف الخليط اللي أنا بصوره معاكم دايما من عمر اليوم. طبعا انا ابتديت كده ان انا اوفر له من استهلاك العلف، في نفس الوقت برضو البط بيكبر معايا مفيش اي مشكله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طبعا الخلطه بتاعتي دي من البيت ومش مكلفه بالمره، وبتعمليها كده للبط بياكل برضو معاكي. ممكن اول مره تعملي اي حاجه للبط في اول مره يكون مستغربها، لكن بعد كده بتلاقيه ابتدى ان هو يقرب عليها كده وياكل ويزيد معاك برضو في الوزن. فما شاء الله يعني احنا كده لسه في اول اليوم، وابتديت ان انا حطيت العلف كده للبط. طبعا مفيش احسن من التربية البيتي. احنا كلنا عارفين ان العلف بقى غالي جدا جدا ومكلف، والتربية دلوقتي مكلفة، لكن احنا كده هنبدأ ان احنا نربي برضو في البيت بحاجات بسيطة، بحيث ان احنا الخير دايما يكون متواجد كده في البيوت كلها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طبعا الخلطة بتاعتي النهاردة انا عاملة للبط علشان ياكل منه. طبعا انا مركزة كده على الطبق بتاع الاكل بتاع البط، وهنشوف معانا كده الخلطة اللي انا عاملاها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طبعا الكمية انا بعملها للبط على قد بقى ما يخلص. هنا انا حاطه معلقه من الكركم، معلقه كبيره من الكركم على الخلطه بتاعتي. الخلطه بتاعتي دي عباره عن طبعا انا جبت كده دشيشه من الليل، وابتديت ان انا يعني مقدار كوبايه من الدشيشه على كوبايه من الرز. الرز اللي هو اللي هتجيبيه من المضارب بتاعت الرز اللي هي بتبيض الرز كده، بيكون فيه رز اللي هو المتكسر اللي ما ينفعش للاكل، يعني هو بيكون مخصص للطيور، للبط، للحمام، للفراخ. يعني بيكون متكسر خالص كده. فببتدي بقى تبتدي ان انت تشتريه، وانا ابتديت ان انا كوبايه من الرز على كوبايه من الدشيشه من الليل. طبعا ابتديت ان انا يا دوبك كده سبتهم طبختهم يعني على البوتاجاز، سلقتهم كده نص سليق. وبعدين طفيت عليهم كده طفيت عليهم طفيت على الحله يعني، وسبتها للصبح كده عشان تكون بردت خالص. وابتديت بقى تاني يوم في اول اليوم كده، جبت بقى العيش اللي هو الطري اللي بيكون بايت عندك، بتروحي فركاه كده بحوالي عن كوبايه برضو من الرده، بحيث ان الخلطه كلها تكون مفروله كده، ما تكونش ملزوقه في بعضها يعني. وقلبت كله مع بعضه. طبعا الزياده كمان في قشور البطاطس. قشور البطاطس اللي انت بتكوني مقشراها لحاجه بيتك ما ترميهاش، اسلقاها كده يا دوبك تفورها بشويه ميه كده، وبتروحي مقلبه بقى كل الحاجات دي كلها مع بعض. دي كده ارخص من العلف، وفي نفس الوقت بتلاقي البط بتاعك الكركم ده رافع مناعة حلو جدا وبيفتح شهية البط. وطبعا العيش مع الدشيشة مع كسر الرز مع قشور البطاطس، الخلطة دي بتكون كويسة جدا للبط. وبتلاقي البط بتاعك ابتدى ان هو ما يتأثرش ان انت شلت عنه العلف. طبعا في فترة كده يعني على اخر النهار، لو انت حابه البط يزيد معاكي اكتر في الاوزان، طبعا حط له كوبايه من العلف في اخر النهار، اخر اليوم يعني. حط له كده على بيات كوبايه من العلف ياكلها. على لو عندك العيش بتهري معاه العيش برضو بيكون حلو جدا جدا. انا هنا ابتديت ان انا حطيت لهم بقى الخلطه دي، فالبط بقى بيبتدي ان هو ياكل من الحاجه اللي انا حطيتها، وكلها حاجات سهله وبسيطه، ووفرنا من العلف وبرده مش اثرنا مع البط بتاعنا، لان الحاجات اللي انا حطاها دي العيش مع الدشيشه اللي هي المطبوخه، دشيشه مطبوخه مع كسر الرز كده، وكمان مقطعه عليهم العيش اللي هو الطري، وحطيت معلقه من الكركم وقشور البطاطس اللي بتكون عندك. حاجه سهله وحلوه جدا، وبتخلي البطه تكبر معاكي
وكده انت مش هتمنعي ان تربية البط في البيت، هتربي وبأقل التكاليف. الحاجات دي كلها طبعا بتكون متوفرة ايه في البيت. فما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو انت لسه جديدة كده معايا على القناة ولسه اول مرة بتشوفيني وتسمعيني، يسعدني طبعا ويشرفني انك تنضمي لينا وتشتركي كده معايا. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا ايه من اللايك. طبعا الوجبة دي بتكون مشبعة جدا، على حسب بقى ما البط بيخلصها معاكي. وبعد كده بتحط لهم بقى الحاجات اللي انت بتحطيها. لو عندك عيش بتقطعيه له، عندك خضار قطعيه للبط برضو. لكن الخضار لو كان البط عندك، اتأكدي الاول قبل ما تحط له اي خضرة ان هو ما يكونش عنده اسهال، عشان لو البط عنده اسهال وحطيت له خضار بيزود الاسهال عنده. طبعا ما شاء الله شايفين نظافتك برضو للمكان اللي انت بتحطي فيه البط، ده عامل اساسي. بتلاقي البطه دايما صحتها كويسه معاكي، دايما الشهيه بتاعتها مفتوحه على الميه وعلى الاكل. انا هنا برضو حاطه لهم الميه السقايه، حاطه سقايه للبط علشان ما يقعدش بقى ايه يعك في المكان كله وبهدله. فالميه اللي بتنزل في الطبق اللي تحت السقايه، بريح نفسي من نظافه المكان اللي البط فيه. طبعا بسم الله ما شاء الله برضو، لازم المكان يكون، اللي انت بتحط في البط بتاعك يكون واسع على قد كمية البط بتاعك، علشان الحركة طبعا مهمة جدا. لازم يكون البط بيتحرك كده في المكان علشان يكبر معاك ويفرق في الوزن. للناس اللي هي بتشتكي ان هي بتأكل البط حاجات كويسة، بتأكله حتى لو بتأكليه علف صافي وحطاه في مكان مقفول مفيش شمس بتدخل للأوضة اللي انت بتحط فيها البط او المكان، مفيش نظافة، ففي ازدحام للطيور مع بعضها. فهو ده اللي بيخلي مهما تأكلي البط لو انت بتأكليه علف صافي بتلاقي ما بيزيدش معاك في الوزن، بتلاقي البطة كده حجمها ما بيزيدش يعني. فأنا هنا برضو الوسع المكان مع التغذية الصح، أكلت طيورك صح هتاخدي منهم أوزان كويسة جدا. بسم الله ما شاء الله. هي دي سلالة البط المسكوف الخليط. البط اللي أنا بصوره معاكم هو ايه، وهو لسه طالع كده ايه من البيت لحد لما بيكبر. شايفين حركة البط؟ أهم حاجة حركة الطيور معاكي. يعني لما تيجي تأكلي طيورك ما تحطيش الأكل وتسيبوهم وتمشي، لازم تلاحظي كده حركة البط، تلاحظي الفرشة لو في إسهال ولا في حاجة، بتبدأي ان انت تعملي ايه، تعملي لهم الحاجات اللي تعالج الطيور يعني، علشان الاسهال ده هو اللي بيخلي الطيور تنزل معاكي بشكل رهيب. ان شاء الله باذن الله دايما هصور كده معاكم يوم بيوم. دفعة البط دي انا مصوراها من اول يوم لحد النهاردة. كل فيديو اي حاجة بعملها للبط بنزل بيها فيديو، علشان اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني بوجودهم معايا دايما. اللي حابب ان هو يربي يوفر في العلف، يشوف التربية اللي هي الصح. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يا ريت كده لو انت لسه موجودة معايا لحد الان تضغطي لايك للفيديو واشتراك في القناة، علشان اللايك ده هو اللي بيرفع من الفيديو، فبقوم متشجعة ان انا انزل كل يوم فيديو جديد.